طيب انا جاي اتكلم عن فكرة ان احنا جيل هليس، يعني جيل كده بيحب الهلس. بصراحة انا اول ما فتحت قناة على اليوتيوب اكتر جملة سمعتها هو انه الله تحفة، المحتوى بتاعك جميل جدا ولذيذ، بس يا رب حد يشوفه. اصل الناس في الزمن اللي احنا فيه ده ما بتحبش الكلام المفيد، كله بيحب الهلس والضحك والهزار، لكن هتعملي حاجة بقى مفيدة ومحتوى ومش محتوى مش هتلاقي حد يتابعه. الحقيقة انا مش مقتنعة بالكلام ده خالص، ودايما شايفة انه لا، عادي ان احنا جيل بنحب ان احنا نشوف حاجات مفيدة تفيدنا وتعلمنا. بس للأسف المشكلة عندنا انه احنا من واحنا صغيرين من زمان خالص في المدارس اتعلمنا ان احنا نصم نحفظ، يعني بنخش الامتحانات الكلمتين نحطهم زي ما احنا حافظينهم، بعد كده ننسى الكلام من دماغنا وخلاص. هو ده كان بالنسبة لنا التعليم، ومتفوق هو اللي بيعرف يحفظ كتير. لكن الفكرة ان احنا ما تعلمناش، لكن مشكلتنا الحقيقة ان احنا اتعلمنا نصم ونحفظ، ولكن في المدارس ما علموناش ازاي نفكر، ازاي اصلا نتعلم. يعني احنا كنا بنتعلم بس مش عارفين احنا ازاي نتعلم بطريقة صحيحة. لا، ده ما كانش تعليم اللي احنا كنا بناخده. محدش قالك ازاي تنظم وقتك، محدش قالك ازاي تحدد اهدافك، محدش قال لي ازاي لما اتجوز يبقى عندي بيت واولاد اقدر ان انا اوفق ما بين المسؤوليات دي وما بين بيتي واولادي وحياتي. محدش قال الكلام ده خالص. كلام ما درسناهوش وما اتعلمناهوش في المدارس. احنا اتعودنا ان احنا كل حاجه ناخدها بسهوله. بقينا في زمن الريلز والشورت فيديوز والفيديوهات اللي بتعمل في دقيقه ودقيقتين. ما فيش حد عنده طقطان ولا خلق دلوقتي انه يقعد يشوف فيديو نص ساعه ولا ساعه بيكلمه ازاي يبقى احسن في حياته. لا، انا عايزك تنجز كده وتديني من الاخر. فهي دي المشكله الحقيقيه اللي احنا بنواجهها. ولكن في اللحظه اللي احنا هنقرر فيها ان احنا نتغلب على الصفه دي، في اللحظة اللي احنا هنقرر فيها ان احنا نتغلب على الصفة دي والابتلاء اللي ابتلي بيه العصر بتاعنا والزمن بتاعنا والجيل بتاعنا ده، هو ده اللحظة اللي احنا هنقدر ساعتها نعمل حاجة لنفسنا ونطور بجد من نفسنا. فهي المشكلة مش ان احنا مش عايزين محتوى مفيد، او مش المشكلة ان احنا ناس بتستسهل في حياتها، ولكن احنا فعلا بقى عندنا أزمة كبيرة جدا بسبب السوشيال ميديا والحياة اللي احنا عايشينها. حياة بقت سريعة جدا، فكل حاجة عايزينها بسرعة، ما عندناش نفس، ما عندناش صبر على حاجة. فلو قدرنا ان احنا نعالج النقطة دي بس، ساعتها هتبقى حياتنا افضل كتير.